الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم من ملعب رعاية شباب في مدينة جدة. في حين نادي الرياض لم يجد أي تغيير، بهجة يعيد الكرة للخلف للثنيان بدوره تركي صوالح. تركي صوالح للخلف للثنيان مرة ثانية، وخالد التيماوي يرفع كرة عالية بالمرمى وترتفع على العلامة الزرقاء والبيضاء في ملعب رعاية الشباب في جدة، وهدف هلالي أول منذ الدقيقة الأولى. هذا أساسه خطأ، دفاع خالد التيماوي المهندس، ويرتقي سامي الجابر، وعلى يمين إبراهيم الحلو. ماشي كلاوديو يمرر، وليد المدوح يلعب باليسار، عنيفة وليد، عنيفة، ولعبة حلوة، لعبة حلوة عنيفة لصالح ابن وليد المدوح، واشترك صالح السلوم ينقذها ببراعه. وفي خطا، في خطا على ماركو، في خطا على ماركو، اشترك واخذ كارت اصفر. في خطا على ماركو اشترك واخذ كارت اصفر. وهجمه من عبد الصبياني في اليمين لغد غشيان، اول كره استلم فهد غشيان وماشي فهد غشيان وتلعب فهد غشيان، ويدخل بين ثلاثه لاعبين يلعبها لسامي الجابر، يرجعها ثاني ليوسف الثنيان. كره خطيره جدا، كرة خطيرة جدا، بتلعب تحت المرمى، فرصة ضاعت على الهلال من سامي. اتلعبت واحد واثنين من الثنيان، واتلعبت ثاني لسامي، وبرضه ما زالت فيها خطورة. سامي دخل الستة، هيرفع، تصطدم، ترجع ثاني لسامي الجابر. بيراوغ سامي الجابر ويصوب بعيدة، في حين كان الثنيان بيأشر له والغشيان بيأشر له، اثنين شاغرين، وتطلع كرة برا أرض الملعب. الغشيان بيراوغ وسط غابة من السيقان، ده معاه عبد المحسن العبيد، معاه خالد السويلي، دخلوا عليه في لقطات حلوه تطلع زي لقطات التيلي ماتش تطلع في الاعادات. الحقيقه مباراه حلوه ورائعه جدا، وانتهت حتى الان 1-0 لصالح الهلال. وفي هذه اللحظه ايها الساده، ايها السيدات، ايها الاخوه والاخوات، ينتهي هذا الحفل الكبير، هذا المهرجان الكروي الكبير اللي حضرته الجماهير الغفيره، ينتهي هلالي. يسلم لقائد فريق الهلال يوسف الثنيان الكأس الذهبية. مبروك للهلال، مبروك للهلال، وشيك ايضا ب200,000 ريال لفريق الهلال. يوسف الثنيان لاعب المنتخب الوطني وقائد فريق وهذا سامي جابر ايضا لاعب منتخبنا الوطني واللاعب الموهوب ويرفع الكأس ايضا. وحارس المرمى صالح السلومي حارس، واحمد بهجة اللاعب المغربي المحترف في صفوف نادي الهلال. شكرا لجميع الفنيين والمصورين ومخرجنا لهذه المباراة الأستاذ طارق حريري وزميلي الزميل محمد رمضان، وشكرا لكل من ساهم في نقل هذه المباراة الكبيرة لكم، وشكرا للجماهير.